السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. معاكم مريهان جاد. اللهم أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد وروتين جديد. النهارده ان شاء الله هقدم معاكم روتين حلو كده، اتمنى ان هو يعجبكم. هستنى تعليقاتكم. ولو عجبكم الفيديو اتمنى ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات ان انا اعمل لكم روتينات حلوه زي دي. ولو كنتي اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي في القناه وكمان تفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الروتين الحلو ده مع بعض. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا أول حاجة بدأت بها يوم وهي تحضير اللانش بوكس للولاد. فعملت لهم السندوتشات بتاعتهم. عملت طبعا لكل واحد السندوتشات اللي هو بيحبها. فزي ما قلتلك الفيديو اللي فات اللي هو برضو كان فيديو اللانش بوكس، كان أول يوم مدرسة. قلتلك المنظم ده حلو جدا. لما تلمي فيه كل الاجبان بتاعه اللانش بوكس او اجبان السندوتشات، وتسحبي كده الصبح من التلاجة وتعملي على طول، لان طبعا بنبقى ايه صاحيين مش قادرين كده، يعني لسه ما فوقناش. ف بيبقى حلو المنظم ده. كمان دي علبة الجبنة النستون اللي كنت جبتها معاكم في فيديو المشتريات لو تفتكروا معايا من تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع، فهي يعني على وشك الانتهاء. فالصراحة انا ما جبتش الاسبوع ده نص، قلت لما هي تخلص انا جبت بس الرومي واللانشون هما اللي جداد معايا. كمان المربى دي كانت من فيديو المشتريات برضو. عشان زي ما قلت لكم ما بعملش الا ساندوتش واحد بس اللي مسكر، يعني اما مرة مربى مرة حلاوة مرة شوكولاتة، مش كل يوم نفس الصنف، يعني كل مرة بغير لهم. بعد كده بقى حطيت للولاد ده اللي انا قسمته ده النستو. بعد كده بحط بقى طبعا للولاد في اللانش بوكس كل واحد الساندوتش اللي هو بيحبه او الساندوتش اللي هو بيبقى طالبه يوميها. كمان حطت لهم ثمرة خضار، وهي اللي كان عندي الصراحة خيار، فحطت له كل واحد ايه هي خيارايه بقسمها عليهم هما الاتنين. بعد كده بقى حضرت للولاد كل واحد ازازة المية بتاعته، ونزلوا على المدرسة وهم نازلين بقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كده انا سبتهم في وديعة ربنا وفي حفظ ربنا سبحانه وتعالى. بعد بقى ما الولاد بينزلوا المدرسة، ادي لنفسك بقى نص ساعة بقى تصلي، تقولي الأذكار، تفطري، تتصفحي مثلا السوشيال ميديا شوية، يعني من نص ساعة لساعة كده. بعد كده رحت أعمل فنجان القهوة. طبعا اليوم معايا كان طويل جدا، فطبعا غلط ان انا اشرب قهوة على الريق. فبعمل معاها كده سندوتش او اي حاجة. ففي اليوم ده صراحة ما كانش عندي عيش، بس كان حماية في البلد وجايب لنا قرص فلاحي حلوة جدا الصراحة، تسلم ايديهم. فزي ما انتوا شايفين كده عملت القهوة، وكمان حطيت القرص في الفرن اسخنها. والصراحة مش على طول بشرب القهوة او بحضر فطار حلو كده الصبح، لا ده نادرا. انا ممكن ادخل في شغل البيت على طول لو ورايا حاجات كتير ومستعجلة وكده، وانسى الفطار ده خالص، فطبعا ده غلط. يعني انا الصراحة طالعة اقول لكم ان ده غلط وانا بعمل كده. بس ساعات بيبقى غصب عن الواحد. فزي ما انتوا شايفين كده حضرت الصينية الجميلة دي القهوة. وكمان انا لما بشرب قهوة الصراحة بحب ان انا اكل اي حاجة مسكرة وراها بقى، بسكوتة بشوكولاتة، قطعة شوكولاتة، اي حاجة. وطبعا بما انها قرص فلاحي يبقى اكيد عسل وجبنة. وده الفطار الحلو بتاعي كده على الصبح. وزي ما قلتلك الصراحة مش على طول الفطار ده، ممكن اعمل سندوتشة بسيطة كده واكلها. بس خليني اكون صريحة معاكم، لما بكون كده عايزة ادلع نفسي وان انا ابدأ اليوم بشحنة طاقة كده او بباور كده، واحس ان اليوم جميل معايا، بعمل الصينية الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، فنجان القهوة معاها البسكوتة. ممكن اعمل سندوتش بيض، سندوتش بجبنة، اي حاجة بقى، مش لازم القرص. وحقيقي كانت القرص جميلة جدا، تسلم ايديهم، كانت طرية كده وحلوة. وطبعا ساعة الفطار بقى بقول أذكار الصباح. ببدأ بقى أخطط أنا هعمل إيه في يومي. وزي ما انت شايفة معايا كده، يعني انت هتستغربي انت بتاكلي جبنة وبعد كده عسل وبعد كده رجعتي كلتي جبنة تاني ليه؟
مع ان خلاص احنا كده كلنا العسل فحلينا، لان لما باجي اشرب فنجان القهوة وبكون اكله قبل منه حاجة مسكرة، بحس ان فنجان القهوة مفيش فيه سكر، ماسخ كده ملوش طعم. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، اتمنى ان انتوا تحطي اللايك وتشتركي في القناة، وكمان تقومي تتشجعي كده وتعملي فطار حلو كده لنفسك، عشان تدخلي اليوم كده بطاقة ايجابية. خلاص كده فطرنا وشربنا القهوة وكلنا كمان البسكوتة، يلا بقى نقوم نشوف ورانا ايه، لان يومنا طويل جدا. فتشجعي معايا ويلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأول حاجة شغلتها وهي الرقية الشرعية على الشاشة. أنا الصراحة بحبها بصوت الشيخ مشاري راشد. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بعد كده بقى دخلت على أوضة الولاد. الصراحة لما لقيت الشمس طالعة حلوة كده وجميلة، قلت لا ازاي ما ضيعش ايه اليوم المشمس الجميل ده. فزي ما انتم شايفين كده مسحت الشباك بالفرشة دي، وكمان حطت لهم بقى للحفة والبطاطين علشان ايه تتشمس وتبقى ريحتها حلوة جدا. بعد كده بقى دخلت على البلكونة وصبحت على الزرع الحلو بتاعي ده. بعد كده بقى غسلت البلكونة. فبحب وانا بغسل كده البلكونة ايه ادي شطفة سريعة كده للمشابك. واللي هيسألني ايه الزرع اللي انتي زرعاه ده، هقولك في زرعة نعناع في القصيص اللي هو الفخار، والعلبة البلاستيك التانية دي الصراحة كان بصل بلاقيه زرع في التربو. فبجيبه كده احطه من غير طينة ولا اي حاجة. بحطه في علبة بلاستيك كده، ويدوبك احط حبة مية صغيرين واسيبها في البلكونة. ولو مفيش عندك بلكونة سيبيها في على الرخامة في المطبخ، هتيجي تبصي هتلاقي البصل زرع كده وطلع بصل جميل. بعد بقى ما غسلت البلكونة وكمان سبتها تنشف من المية اللي فيها، دخلت حطيت هدوم في الغسالة. وده كمان البرسيل الجل اللي كنت عملته معاكم حلو جدا، يا دوبك بحط بس معيار غطا في دورة الغسيل. لو لقيت الهدوم يعني الاتساخ بتاعتها كتيرة، بحط حوالي غطا ونص. وزي ما قلتلك في فيديو البرسيل الجل اللي كنت عملته معاكم ان هو حلو جدا وامن على الغسالات. وكمان كان في متابعة كتبت لي وقالت لي ان هي عايزة المقادير بتاعته بالجرام، فبإذن الله المرة الجاية ان شاء الله هعمل لك المقادير بتاعته وهقولها لك بالجرام بإذن الله. فلو انتي خايفة ان انتي تعملي تركيبة البرسيل جيل دي، ما تخافيش والله حلوة جدا، وديكي شفتي بعينك اهوت وانا بحطه في الغسالة، وكمان بيرغي الهدوم وبيخليها حلوة جدا ونضيفة وكمان ريحتها حلوة. بعد كده بقى سبت الغسيل بقى مع نفسه كده في الغسالة وخرجت على البلكونة عشان اخرج بقية الفرش يتشمس في الشمس الحلوة دي. ما هو مش معقولة الشمس تبقى طالعة وما نخرجش الفرش بتاعنا، فيلا قومي تشجعي، ولو لقيت الشمس حلوة خرجي الفرش بتاعك كده يتشمس ويبقى ريحته حلوة كده، وكمان تغيري وتجددي هوا الأوضة. بعد كده لبست الصراحة وكمان خدت بنوتي ونزلت قاعد لها الكشف عنده الدكتور. وانا جايه بقى جبت معايا عيش، لان زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو الصراحه ما كانش عندي عيش في اليوم ده. فجبت العيش ده ببطاقه التموين، وكمان جبت برتقان لقيته حلو، فكان الكيلو ونص ب10، فجبت يا دوبك كيلو ونص بس ب10 جنيه. واحتمال اعمل للولاد كيكه برتقان، ولو عملتها ان شاء الله هصورها معاكم باذن الله. كمان اليوم اللي قبلها كنت عند ماما، والصراحة كنت جاية في اليوم ده متأخر، فهي كانت جايبالي من السوق الليمون النص كيلو كان ب5. كمان كنت قايله لها ان انا عايزة سلق ومش لاقية في السوق، فالصراحة لقيتها جايبالي سلق عشان القلقاس، وجابت لي كمان بقدونس والطماطم الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، وكمان جابت لي السفندي. بس الصراحة في اليوم ده كنت جاية من عندها بالليل، فجبت الحاجة حطيتها في التلاجة وما قدرتش الصراحة ان انا اغسلها يوميها. لقيتها جايبة جمبري اللي هو الجمبري البلدي الصغير خالص ده، هي بتحب تجيبه يعني وتقعد تقشره كده بتتسلى فيه، فلقيتها بعتهولي وبعتالي معاه كمان البقدونس، وبتقولي ايه ابقى اعمليه. فربنا يخلي لنا امهاتنا يا رب ويبارك لنا فيهم ويحفظهم لنا، اللهم امين.
كمان بعد ما جيت من عنده الدكتور لقيت حماتي بتقول لي يلا خد الكرنبتين دول. الصراحه انا من يومين كنت بتكلم معاها وبقول لها يا ماما والله ده انا لسه ما خزنتش الكرنب، وعايزه اخزنه علشان رمضان. فلقيتها بتقول لي هي برضو لسه ما خزنتش، وقالت لي لما بابا يجيب الكرنب هتديني كرنبيتين عشان اخزنهم. فالصراحة لقيتهم ما شاء الله حلوين جدا. ربنا يديها الصحة وطولة العمر، ويبارك برضو في حماية ويديله الصحة، لان الصراحة هو اللي جابهم لنا. انا الصراحة ما بعرفش انقي كرنب، وبعترف على القناة ان انا الصراحة ما بعرفش انقي كرنب. فزي ما قلت لكم كده اول ما جيت من عنده الدكتور لقيتها بتقول لي يلا بابا جاب الكرنب، جهزي الحلة بقى وخدي الكرنبتين دول اسلقيهم وعينيهم عشان رمضان. والصراحة خزيني من الكرنب ما بيبقاش لرمضان بس، لا ده بيبقى معايا لطول السنة، يعني انا ما بخزنش الكرنب الا من الشتاء للشتاء. بعد كده بقى ايه كنت دخلت على الغدا على طول، لان الصراحة اتأخرت فيه. على ما نزلت خدت بنوتي للدكتور وجيت. فزي ما انتوا شايفين كده هعمل النهاردة بيض وبطاطس بس بطريقة حلوة جدا كمان. بطريقة مش زي الطريقة التقليدية اللي هي نحمر البطاطس في زيت ونسلق البيض وكده. وطبعا كلنا عارفين ان الزيت غالي، فبنحاول ان احنا نعمل اكلات اقتصادية، اكلات موفرة، اكلات كمان تكون مش مستهلكة قوي للزيت. فزي ما انت شايفة معايا كده بحمر فص توم في الحلة، وبعد كده بنزل عليه بالبطاطس اديله تشويحة مع ايه، مع التوم كده. بعد كده بقى بضيف عليها الطماطم، بكون ضاربة كده كام طماطمية في الخلاط. وبنزل على البطاطس وبصفيها عشان القشور والبذر اللي بيبقى في الايه في الطماطم. وطبعا كمية الطماطم على حسب كمية البطاطس اللي انت هتعمليها. وبعد كده بضيف الملح والفلفل وبقلب البطاطس حلو كده مع البهارات، وبغطي عليها وبهدي النار وبسيب ايه البطاطس تستوي مع نفسها كده على الهادي براحتها. بعد كده قلت ايه يلا بقى على الحوض علشان اغسل الطبقين اللي ايه طلعوا مني مطرح الفطار، وكمان شفشق بقى الطماطم مطرح تجهيز الغدا وكده. كمان الولاد كانوا اجوا من المدرسة، فاول ما بيجوا بقول لهم يلا طلعوا لي اللانش بوكس والازاز بتاعتكم على الرخام علشان اغسلها. كمان الصابون اللي انا بغسل بيه ده انا عاملاه في البيت، يعني بجيب التركيبة بتاعته وبعملها في البيت. الصراحة حلو جدا وكمان موفر، وزي ما انت شايفة معايا الرغوة بتاعته بتبقى حلوة قوي. بحط شوية كده منه في الطبق وبكمل او في اي علبة، وبكمل العلبة ايه مية. وبإذن الله اول ما كمية الصابون اللي عندي تخلص هحاول ان شاء الله المرة الجاية اصور لكم الطريقة. فلو انتوا حابين اكتبولي في التعليقات، لو انتوا حابين ان انا اصور معاكم الصابون اكتبولي في التعليقات. عايزه اقول لكم ان انا بجيب التركيبه حلوه جدا، بتعمل معايا كميه محترمه وبسعر اقتصادي وحلو جدا، وبتقعد معايا فتره طويله. فيلا تشجعي معايا كده، لو عندك طبقين في الحوض يلا قومي ايه حطي التليفون قدامك كده وتشجعي وشوفيني وانا بغسل مواعين، واغسلي مواعينك انت كمان او اغسلي اطباقك انت كمان. كمان عشان ابقى صريحة معاكم، في اوقات كتير ما ببقاش طبعا فاضية وبعمل حاجة تانية وكده. فطبعا كلنا امهات وكلنا المواعين بتقعد عندنا في الحوض، فيعني ايه والله بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ايه اول ما بتطلع حاجة في الحوض بنعملها. بس لو في وقت ما احناش فاضيين او في حاجة شغلانة او ورانا حاجة بنعملها، طبعا بقى بنسيب بقى مواعين تجهيز الغدا، بقى مواعين الفطار تتحط بقى على مواعين الغدا. ممكن كمان ما يغسلوش الا بالليل والله ساعة العشاء. فيعني ايه علشان ما تقوليش ايه الشطارة دي، يعني انا بحاول والله ان انا اصور المقطع ده واشجعكم واقول لكم تشطروا واعملوا. بس الصراحة يعني كلنا بيحصل عندنا ظروف، ساعات والله بنتعب، ممكن المواعين بتبات في الحوض، فيعني ساعات غصب عننا. حتى ساعات بقول لهم ايه والله يعني انتوا مش غرب، ده يعني الاطباق، يعني انا بقول كده للاطباق، بقول لهم انتوا مش غرب والله، بقى الحوض حوضكم والبيت بيتكم، فيعني غصب عننا لو بيتناهم يوم. بس يعني ما بقولكيش تعملي زي كده، خليكي اشطر مني، بس زي ما قلتلك بيحصل ساعات غصب عن الواحد. وطبعا دي اللحظات السعيدة اللي احنا بنحبها كلنا كده، لما نلاقي ايه الرخامة فضت وكمان الحوض فضى من الاطباق والدنيا عندنا حلوة وجميلة وبتلمع كده وزي الفل. كمان في الوقت اللي انا كنت بغسل فيه الاطباق كنت الصراحة عملت الرز، بس ما صورتوش معاكم بقى، طبعا كلكم شطار وكلكم بتعرفوا تعملوا كمان الرز احسن مني. وكمان كانت البطاطس استوت زي ما انت شايفة معايا كده. ففي المرحلة دي بقلبها وببدأ انزل بقى بالبيض واحدة واحدة في قلب الحلة زي ما انت شايفة معايا كده.
بكسر بيضة بيضة وبنزل بيها في الحلة مع الصلصة، بس بعملهم ايه بعيد عن بعض. وطبعا بتعملي عدد البيض اللي انتي المفروض تسلقيه، يعني عدد البيض اللي يكفي عدد افراد اسرتك. بس اهم حاجة بعد ما تعملي البيض كده وتنزليه في الحل، اهم حاجة ما تقلبهوش، بتغطي عليه وطبعا النار بتاعتك هادية وتسيبيه يستوى براحته خالص. بعد كده بقى رحت ان انا اطبق الفرش اللي كنت خرجته معاكم في بداية الفيديو في الشمس عشان يتشمس. وكمان كانت الغسالة خلصت، فطلعت الهدوم من الغسالة ونشرتها. بس اعذروني تقريبا المقطع ده اتحذف من التليفون. بعد كده كان الحمد لله الاكل خلاص جهز معايا. فزي ما انتوا شايفين ده الرز، وده كمان البيض والبطاطس اللي انا عملته. عايزه اقولك ان بيبقى طعمها حلو جدا. شايفه البطاطس دايبه ازاي، والبيض كمان بيكون اتسلق سلق كامل بس في الصلصه في الطماطم، وبيبقى كمان واخد طعم الطماطم، بيبقى حلو جدا زي ما انت شايفه معايا كده. فجربيه وصدقيني هيعجبك وحلو جدا، احسن من البطاطس المقليه اللي بتبقى شاربه زيت. وطبعا كلنا عارفين ان اسعار الزيت ارتفعت جدا. فهو ده كان غدانا النهارده. وكمان كان عندي شوربه خضار متبقيه من امبارح، فسخنتها علشان ايه بنوتي تاكلها جنب الاكل. فاتمنى فعلا ان انتوا تجربوا طريقتي في البيض والبطاطس ديت، وهستنى تعليقاتكم. بعد بقى خلاص ما اتغدينا، صراحة قلت ايه كنتش لسه غسلت مواعين الغدا، فقلت كده والحوض لسه نضيف اما اقوم كده ايه احط الخضار ده في الحوض واغسله معاكم. طبعا انا مش هغسله يعني بالتفصيل معاكم، لان انا كنت عامله فيديو قبل كده لغسيل الخضار والفاكهه وازاي بشيلهم عندي في التلاجة. فزي ما انت شايفه كده بسد سدادته الحوض وبملى الحوض ميه، وابدا اغسل الخضار والفاكهه واحده واحده، وبحطهم جنبي في المصفى لحد ما يتصفوا. وبعد كده بحطهم على فوطه على الرخامه، وبسيب الخضار لحد ما ينشف براحته. وبكده الحمد لله خلاص كده خلصت غسيل الخضار اللي كان موجود معايا. ده العيش اللي تفتكروا معايا ان انا جبته معايا وانا جايه. بعين كل 10 أرغفة في كيس وبشيله في الفريزر الصراحة، وبيطلع أكني لسه جايباه دلوقتي حالا من الفرن. لأن الصراحة لما بسيبه على الرخامة العيش احنا بنقول عليه بيفتول، يعني العيش بينشف كده وما بيبقاش حلو في الأكل، فحرام ان احنا نجيب العيش ويترمى. فزي ما قلتلك كده بعين كل 10 أرغفة في كيس في الفريزر، وبطلعه أسيبه بقى على الرخامة للاستعمال، يخلص بطلع غيره. كمان باخد معايا كام رغيف كده بقصهم زي ما انت شايفة معايا كده 4، يعني بقصه على الرغيف على 4، وبشيلهم عندي برضو في كيس في الفريزر. بس ببدأ ان انا افتح ربع ربع كده زي ما انت شايفة معايا. والعيش ده اللي انا بعمله للولاد مع الكايزر في اللانش بوكس. لان لو تلاحظي معايا في اول الفيديو عملت لهم سندوتشات المدرسة كانت كايزر بس، وانا بحب الصراحة اعمل لهم مع الكايزر عيش. فالصراحة ما كانش عندي عيش، فبعمله زي ما انت شايفة كده، وبشيله عندي في كيس في الفريزر، وبطلع منه على قد ايه الاستعمال. يعني بطلع اليوم بيومه، اول ما بصحى الصبح بطلع مثلا الربع او الاتنين او التلاتة على حسب اللي انا هحطه لهم، وبسيبه على الرخام على ما بروح اصحي الولاد ويلبسوا ويجهزوا تمام. بيكون العيش فك، فبعمل لهم ايه السندوتشات على طول. وكمان الكام رغيف دول كده بظبط العيش، لو في بقى رغيف يعني متني على بعضه او حاجة بظبطهم واسيبهم ايه عندي على الرخامة كده ناكل منهم. خلاص كده بقى خلصت العيش وعينته في الفريزر. يلا بقى على مواعين الغدا. قلت ايه هما طبقين صغيرين كده، بس الصراحة عايزة اقول لكم ان انا في الوقت ده يعني حرفيا ما كنتش قادرة خالص ان انا اغسل المواعين. كنت تعبانة جدا من طول اليوم. فقلت لا لا يلا كده تشجعي واغسلي الطبقين الصغيرين دول، هما حاجة بسيطة اعمليهم وبيت الحوض نضيف. لان طبعا هصبح تاني يوم هسلق الكرنب. لو تلاحظوا ان انا ما عملتش معاكم الكرنب، فهحاول ان شاء الله اصوره في فيديو لوحده واوريكم طريقة سلقه وتقطيعه وبخزنه ازاي وبعينه وبشيله ازاي عندي في الفريزر. بينفعني الصراحة طول السنة، وبطلعه زيه زي الطازة وبيبقى حلو جدا. فقلت يلا يا بنتي ايه تشجعي كده وخلصي الطبقين اللي في الحوض
وبعد ما غسلت المواعين قلت اما لمع البوتاجاز كده تلميع على السريع، لان وانا بطبخ كان واقع عليه طماطم، فقلت بقى عشان ايه ما يتراكمش على بعضه ويبقى ايه شكله مش حلو. وعشان كمان المطبخ يبات كده البوتاجاز والحوض نضاف كده وشكلهم حلو يفتحوا النفس كده. وخلاص كده كنت خلصت البوتاجاز، وكمان قلت اما ادي ايه شطفة سريعة كده للحوض. عايزه اقول لكم ان انا في اللحظه دي خلاص كنت تعبت وما كنتش عنت قادره خالص، ظهري ورجليا وجعوني وما كنتش قادره اقف على رجليا خالص. فكمان كان عندي بقى الطماطم على الرخامه، الخضار اللي كنت غسلته معاكم، فقلت بقى لا هروح ايه اشيله في التلاجة عشان ايه ما يبص واسيبه على الرخامه حرام. فروحت شلته في درج التلاجة زي ما انتوا شايفين معايا كده، وانا عملت الطريقه دي معاكم قبل كده، وبغطيه بفوطه. بيقعد معايا في التلاجة من اسبوع ل10 ايام، الخضار بيبقى حلو جدا وما بيجرالوش حاجة خالص. فاتمنى ان يكون روتين النهاردة عجبكم، ولو عجبكم اكتبولي في التعليقات، وان شاء الله هعمل لكم روتينات جاية حلوة جدا بإذن الله. ولو كنتي أول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وكمان تفعلي الجرس، عشان القناة تكبر بيكوا ليكوا يا أحلى اخوات في الدنيا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.